البيت ونشتري بيت أكبر. يعني أبي هادي وقمر يعيشون معانا، وبعد لو صلاح وسما يوافقون وايد زين، لأني بصراحة ما أقدر أعيش وأتهنى وأنتو بعيد عني. بس عمتي إحنا قاعد نجهز شقتنا. إيه ما يخالف، كل التجهيزات اللي بسويها في هالشقة حطها في شقة عندنا في البيت. مو قلت لكم بنبيع هالبيت وبنشتري بيت كبير يشيلنا كلنا. اللي يبي يحط علشان البيت الجديد يحط، واللي ما يبي يحط أو ما يقدر الحمد لله الخير وايد. بس أهم شيء ما تهدوني وتطلعون. أنا بالنسبة لي أحتاج وقت أفكر، أما بخصوص موضوع بيعة البيت شوف إيش رأي البنات. يما كل ذكرياتنا هني، حتى طفولتنا وحتى ريحة أبونا. من زين ريحة أبوك عاد اللي هدكم وما سأل عنكم، حتى عمك هاجر ومراد. زين يما أنا عندي اقتراح. قولي يا فيلسوفة زمانك، إيش عندك؟ أنا أقترح يما أن نتم كلنا بالبيت وما حد يطلع برا، وهاد وصلاح يبنون دور فوق ويرتبون مكانهم ويعيشون حياتهم عادي. أحسن حل، إيش رايك؟ كلامها منطقي، أول مرة تقول شيء صح. أنا عن نفسي ريلي ما راح يرضى، بس بشوف الوقت المناسب وناقشه بالموضوع. أنا أشوف الفكرة ممتازة، بس ترى موضوع